بطبيعة الحال هذا ليس بالأمر غريب على فريق الوداد البيضاوي. فريق الوداد البيضاوي دائما كان كيمشي للأدوار المتقدمة كما كتشوفوا في السنوات العشر الأخيرة. كنا ديما فيناليست أو لا يعني حاملين البطولة خاصة كأس عصبة الأبطال. إذا ما غيصعبش أننا ندوروا لدور المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية. هذه مسألة اللي كنتهضروا من الفريق ديالنا، واليوم راه جينا باش نساندوا الفريق ديالنا باش توصل إن شاء الله للمباراة النهائية كذلك هذه السنة في كأس الكونفدرالية الإفريقية. نعم، هي مقابله في الدار كما كنقولوا، خاصنا ناخذوا انتصار ان شاء الله باش نتاهلوا دور المجموعات. اللي كنعيب على اللعابه انه كانوا فرص ضيعوها بزاف في مقابله الذهاب مع اشانتي كوتوكو. دابا اليوم خاصنا ضروري ان شاء الله اللعابه يكونوا واعيين للخط الهجوم لا الخط الوسط، يكونوا واعيين بهذيك الفرص الضائعه ان شاء الله باش نزيدوا حتى اللعاب حتى هو الهجوم ياخذوا الثقه ان شاء الله باش يبداو ماركيو لينا اهداف اخرى ان شاء الله، وتكون حتى ترجع الوداد هذاك اللي كان اقوى هجوم في المقابلات السابقه في دوري ابطال افريقيا. على ما كنظن غيكون تجربه على اللاعبين اخرين اللي ما عمرهم بداو الماتشات، وكنظن غيكون انتصار ان شاء الله. 1-0 مباراة الذهاب. ان شاء الله اليوم تسالي المقابلة ب2-0 ونتكاليفاو ان شاء الله. زيد بيت ما كاش خاسر غتخلص عاد بوفال ان شاء الله. الله يحفظك. ديما وداد وتنبغي الوداد. Io tifo Wydad, il miglior club del Marocco. Support Wydad. Yeah, I come from Italy to support Wydad. Viva Wydad. Viva Wydad. Forza Wydad, viva Wydad.